فاز المنتخب المغربي المسلم اليوم على المنتخب البلجيكي الذي يسمى بالشياطين، منتخب الشياطين. فازوا عليهم، فخرج المغاربة فرحين مسرورين يظهرون هذا الفرح في بعض المخالفات الشرعية من اختلاط وأغاني وغير ذلك، لكن الناس عبرت عن فرحها وشاهدت هذه المقابلة. فخرج بعض الناس يقول لا، وهذا من السفه، وهذا من التفاهة، وهذا من تضييع الأوقات، وهذا من إهدار الأوقات، وهذا من صرفها في غير وجهها. أنا أقول لو كنت أنت تصرفها في وجهها ما كان عندك الوقت لتقول هذا الكلام. هذا من جهة. من جهة أخرى، كأس العالم لا يعتبر لعبة لإهدار الأوقات. كأس العالم هو تظاهرة عالمية، تظاهرة ثقافية، تظاهرة اجتماعية، تظاهرة اقتصادية، تظاهرة سياسية. ينتخب من كل بلد أفراد لا يتعدون 26 لاعب ليشاركوا في هذه التظاهرة العالمية، ليبينوا للعالم أخلاقهم وثقافتهم وأعرافهم، فيتشاركون هذه الأعراف والتقاليد في هذه التظاهرة العالمية، فيكون هذا كسوق ترى فيه كل الأعراف والتقاليد في إطار لعبة في أصل لعبها مباحة. فأنت تقول لا أشاهد. الأمر لا يتعلق بمشاهدة الأندية التي لا طائل من خلفها ولا من ورائها. نحن نتكلم عن منتخب، عن دولة، عن وطن أنت تشاهده وتتابعه في إطار المباح، في إطار الجائز، وتفرح لفوزه على منتخب غير مسلم له أعراف وتقاليد تحارب أعرافك وتقاليدك. الآن نحن نتكلم عن تسييس كرة القدم. اليوم وزيرة بلجيكية أتت وحضرت مباراة المغرب وبلجيكا، وفي ذراعها الأيمن شارت في الألوان. القضية أصبحت مسيسة، فكان الرد من اللاعبين بالسجود على أرضية الملعب، وهذا شعار من شعائر الإسلام التي ترفض فعل قوم لوط. المفاسد عندما ينظر إليها الفقيه يبحث في طرق تقليلها ولا يبحث في طرق الإعراض عنها، مما يؤدي إلى تكتيرها وإلى انتشارها. فعندما تكون المفاسد ننظر إلى المفسدة الأقل. أنت عندما ترى ابنك يلعب كرة القدم، وأنت تعلم أن الفقهاء اتفقوا على جواز لعب كرة القدم ولم ينعوا هذا، فأنت تشاهد ابنك. فعندما تشاهد ابنك فأنت تفرح لهذا. فكيف وأنا أشاهد وطن، بلد، أنا أشاهد الراية؟ لا خالي ولا عمي ولا أمي ولا جدتي يعرفون من هو هذا اللاعب الذي يلعب مع المنتخب المغربي، وإنما يشاهدون من أجل الراية المغربية. فكيف لا أفرح لهذا؟ ورسول الله يرى الحسن والحسين يتصارعان أمامه ويقول هيا يا حسن، هيا يا حسن، كما عند ابن أبي شيبة. فمرجو حتى لو خالفتم لا ترموا المخالفة بالسفه والتفاهة. هذا ليس من العقل وليس من الدين. السلام عليكم.